لو عندِك لفة جلاش كده في الفريزر تعالي نعمل مع بعض حاجة بسيطة، وهتبقى حلوة أوي وكمان هتعجب ولادِك ومش مكلفة خالص، زي ما اتعودنا مع بعض إن إحنا بنعمل أكلات سهلة وبسيطة، وكمان اقتصادية بتكون بنشتريها من برّه بأرقام غالية جدًا، وإحنا نقدر نعملها في البيت بأقل التكاليف، وبحاجات بسيطة جدًا طلّعنا الصينية القمر دي، وجربيها وقولي لي رأيِك. إحنا عارفين طبعًا إن الحلويات برّه بتبقى أسعارها عالية جدًا، لو جبنا طبق بس صغير قد كده فيه قطعتين 3 بيبقوا برقم، لكن إحنا هنعمل الصينية القمر دي بأقل التكاليف أقل الإمكانيات هتطلع معانا أحلى يعني أقول لِك بغاشة أو سميها جلاش أو سميها يعني ليها مسميات كتيرة جدًا. سمي الله وصلي على الرسول وتعالي بقى شوفي الطبق القمر ده لو هتشتريه من برّه هيبقى برقم قد إيه. إحنا عملنا الصينية القمر دي بأقل التكاليف، بحاجات بسيطة جدًا من بواقي التلاجة زي ما إحنا عارفين إن إحنا بنستغلها أحسن استغلال طبعًا، وكمان طعم وشكل ولو جالِك ضيف على غفلة هتقدري تعمليها في أسرع وقت، وهتعجب ضيوفِك جدًا. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول حاجة هاعملها اللي هو إيه، العسل أو الشربات زي ما بتسميه، معانا كوبايتين سكر وكوباية ونُص مَيّة، هنحطهم على النار من غير ما أقلّب، وهابتدي إن أنا أول ما يغلي غلوة كده هاعصر عليه نُص ليمونة، هاسيبه يغلي 5 دقايق مع بعض، وعقبال ما يغلي كده ويستوي هن نط أمّا نطفي النار عليه هنبتدي بقى إيه، نحضّر المكونات اللي إحنا هنستخدمها، إن إحنا معانا لفة جلاش، وكان عندي كده من أيام رمضان ربع كيلو كنافة أو يعني أقل من الربع بشوية، كنت حاطاه في الفريزر، فقُلت بقى أستغلّه واستخدمه كده بوصفة يعني زي ما بنقول كده سهلة وبسيطة. بأقل التكاليف هنعمل الصينية القمر اللي شُفناها مع بعض ديّة، هاجيب حلة كده وفيها معلقة سمنة بلدي كده، هاسخّنها على النار، الكنافة طبعًا زي ما إحنا شُفنا إنها كانت عندي في الفريزر، هابتدي بقى إن أنا أفرُكها كده لحد ما تتفرفت معانا أو تتكسّر، وابتدي بقى أقلّبها في السمنة كده، هتدّي طعم حلو جدًا، لحد ما تاخد لون معانا مش لون غامق أوي يعني يصفر كده، هابتدي بقى أضيف عليها أي مكسرات موجودة عندِك، سوداني، زبيب، جوز هند، وحبة سكر كده حوالي 3، 4 معالق، هتدّيها لون حلو وفي نفس الوقت هتبقى مسكّرة وهتدّيها زي كرملة كده حلوة جدًا. جرّبي الطريقة دي وقولي رأيِك بقى، هتعجب ولادِك جدًا، ما شاء الله بجد وصفة حلوة أوي. وفي نفس الوقت مش مكلفة، لو جالِك ضيف على غفلة كده هتقومي تعمليها على طول مش هتاخد معاكِ وقت، ما بتكمّلش 10 دقايق وهتكون جاهزة معانا. هنا بقى أنا حطيت شوية زبيب وشوية جوز هند مع 3 معالق سكر كده، وقلّبي بقى كويس جدًا علشان تدّينا كل الكمية نفس اللون، اللون الأصفر الدهبي ده هتبقى حلوة جدًا، منها استوت ومنها هتدّينا التسوية والطعم واللون حلو. دي بقى الحشوة اللي هنحشي بيها الجلاش. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدًا، أقلّبها كده تقليبتين لحد ما لونها يصفر معانا، ونحس إن هي إيه دخلت على سِوَى كده، قُلت أزوّد كده معلقة زبيب كمان، علشان أنا بصراحة ولادي بيحبوا الزبيب، ممكن يعني ما أقولش قدّامهم أصلًا إن أنا حاطة جوز هند لإنهم ما بيحبوش، بس أنا حطيته عشان يدّينا طعم حلو. هنا بقى شِلت الشربات على النار التانية، علشان إن أنا يستوي يعني يكمّل تسوية كده على النار التانية، عشان أستغل الوقت وأعمل إيه الكنافة كده في نفس الوقت. كده استوى وهاطفي عليه، بس قبل ما أطفي بقى هاحط إيه، كيس فانيليا، هاجيب الصينية اللي إحنا هنشتغل فيها وأدهنها كده معلقة سمنة، ولو سمنة بلدي طبعًا تكون أحسن، ابتدي بقى أجيب لفة الجلاش كانت عندي في الفريزر، هاطلّعها كده تفُك شوية، وبعدين هابتدي إن أنا آخدها بقى أفُكّها من الكيس وأحطها، بس حاولي إن أنتِ تغطّيها بفوطة عشان ما تنشفش منِّك، لإن طبعًا يعني لو هتاخدي وقت في اللف وكده، بس هي سريعة وسهلة وبتخلص بسرعة. هاخد ورقة، ورقة كده أو ممكن تعملي ورقتين مع بعض مش مشكلة، هابتدي بقى آخد ورقة كده وابتدي أحط الكنافة طبعًا هي هديت شوية من السخونية يعني، أول ما تهدى كده معايا عشان تقدري تتحكمي فيها وأنتِ بتفرديها على الجلاش. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا بالله عليكِ ما تنسيش لايك كده وكومنت حلو وتقولي رأيِك في الوصفة السهلة والبسيطة والسريعة دي، لو جالِك ضيف على غفلة مش هتغلبي ولا هتحتاري، لو عندِك لفة جلاش في الفريزر هتستخدميها وتبقى طالعة معاكِ يعني مش قادرة أقول لِك طبق حلو وجميل جدًا،
واقتصادي ومش مكلف وهيعجب ضيوفك جدا. هنا بقى هنجيب الكنافة اللي احنا عملناها مع بعض، هبتدي ان انا افرد لفة الورقة بتاعت لفة الجلاش كده، وهبتدي اساوي الكنافة. بصوا زي ما انا بعمل كده، هوريكم الطريقة، وكمان هنعمل كده مع بعض عشان اللي مش واخد باله. هبتدي الف كده، وانا بلف هبتدي ان انا اضغط عليها بايدي علشان تبقى متساوية، عشان تاخد نفس اللون، نفس درجة اللون كده، ميبقاش حتة عالية وحتة قصيرة. تبقى مديانة نفس ايه المستوى كده، عشان في الفرن تبقى كلها سوا واحد، وتدينا اللون اللي احنا شفناه في اول الفيديو. بصوا، هعمل معاكم واحدة كمان عشان تعرفوا الطريقة. هبتدي بقى ايه، بصوا كل ما اخد ورقة اغطي بالفوطة، هجيب اللفة وارص بقى الكنافة كده واسويها على قد ما اقدر. زي ما قلت لكم هنحط الحشوة المتوفرة عندك، وممكن من غير حشوة خالص، بس طبعا اي مكسرات هتضيفيها هتديكي طبعا طعمه حلو، وفي نفس الوقت قيمة غذائية. انا بالنسبة لي اما حطيت جوز الهند، لاني بس بحاول استغله في حاجة تكون مش باينة، لان ولادي مش بيحبوه، بس انا حطيته كده طبعا هيدينا طعم حلو. هبتدي بقى ايه ارص كده الرولات جنب بعضها لحد ما اخلص الكمية كلها. هنا بقى لازم تضغطي عليها كده علشان تمسك الحشوة جوه الجلاش وتبقى متساوية معانا. بصوا تلفيها كده كأنك بتلفي كده ايه رولة كده، علشان تبقى متساوية وتديكي كل السمك واحد، وتضمي كده على قد ما تقدري علشان الكنافة ما تطلعش من بره الجلاش. عملت بقى الكمية كلها زي ما احنا شفنا، وهبتدي بقى اجيب معلقتين سمنة. بصوا اللهم بارك، شكلها حلو جدا، هتشرفك قدام ضيوفك، وكمان شكل وطعم حلو، ومش مكلفة زي ما قلنا. هجيب بقى اقطعها كده، اجيب السكينة واقطعها كده ايه المقاس المناسب ليكي. انا قطعتها احجام صغيرة كده، بحيث ان هي تبقى قد القطعة كده، على قد القطمة على طول. لو انت عايزة تعمليها كبيرة براحتك، دي حاجة ايه حرية شخصية بالنسبة لك. اجيب معلقتين سمنة كده واسخنهم على النار عشان تسهل عليا ان انا اوزعها على الصينية كده فوق الوش، وتكون مش تقيلة يعني، وكده تكون سايلة، تبقى سهلة عليكي في التوزيع. هرش معلقة السمنة كده على الوش، وهبتدي ان انا طبعا شغلت بقى الفرن دلوقتي علشان ادخلها بقى على الفرن ساخن كده، مش هتغيب معانا، مش هتكمل ال10 دقايق وهتكون استوت زي ما احنا شفنا كده. هبتدي بقى ان انا اطلعها من الفرن، ومجرد ايه انا كنت عامله بقى الشربات وسبته يبرد زي ما قلت لكم، علشان اول ما تطلع كده اسقيها بالشربات. بصوا اللهم بارك، ما شاء الله، جميله شكل وطعم، وفي نفس الوقت ما خدتش وقت معانا. وزي ما قلنا كده ان شاء الله تجربيها وتعجبك، وان شاء الله تقولي لي رايك في الكومنتات. بصوا اللهم بارك، طعمها تحفه والله يا بنات، جربوها وقولي رايكم. ولو ما عندكيش مكسرات او حاجة، ممكن تحشيها بالكنافة سادة عادي بحبة سكر كده، هتديكي برضو طعم حلو جدا. اللهم بارك، طعمها جميل جدا وعجبت ولادي، وكل اللي كل منها الف هنا وشفا لكل اللي دقها وما شاء الله جميلة. تيجي بقى ان انا اطلع كده في الطبق. طبعا احنا مقطعينها قبل ما تخش الفرن، بس برضو ساعات بتبقى ايه يعني في قطعتين كده ماسكين في بعض، بتخلصيها كده اول ما بتطلعيها من الصينية. بصوا، تعالوا بقى كلوا معايا، اللهم بارك، طعمها جميل. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات كده، واللي جربها يقولي، واللي ما جربهاش هستنى برضو يجربها كده ويقولي رأيه. بصوا التسوية بتاعتها ما شاء الله جميلة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وان شاء الله تجربوها وتقولي رأيكم. بصوا الوش والظهر ما شاء الله، تسوية جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، واشوفكم بقى ان شاء الله على فيديو تاني على خير ان شاء الله. السلام عليكم.